الله وبركاته. عالم دون ساحر جدا لدرجة ان في ابحاث علمية حقيقية اتكتبت عن حاجات زي بيولوجيا ديدان الرمل. تخيل ان يكون عندك جمهور مهتم بحكاياتك والعالم الخيالي بتاعك لدرجة انهم يكتبوا حاجات زي دي. تفاصيل زي دي بتبين لنا قد ايه ان العالم ده غني ومعقد، وبالرغم من ان دون معروف عند ناس كتير انه فيلم واقعي جدا واحيانا بصريا شبه خالي من العيوب، لكن في عناصر تانية انا شخصيا استمتعت بيها وعايز اتكلم معاكم فيها. بس قبل ما نبدأ ممكن تشترك في القناة عشان تشجعني استمر. واحدة من الحاجات اللي شدتني جدا هي طريقة دون في سرد القصة نفسها، واللي بشوفها عبقرية جدا، لأن بطبيعة الحال مش كل الناس قروا الرواية. لما سفينة البني جيسري بتنزل من السماء بالليل، كل اللي بنشوفه هي الأنوار والأضواء بتاعتها، والسفينة نفسها بتفضل مستخبية في الضلمة. ده مش بيخلي المشهد أكتر واقعية وبس، لكنه كمان بيدي إحساس بالغموض، وهو إحساس مهم جدا للطائفة دي، خاصة عند أول مشاهدة ليهم. بالنسبة للناس اللي مقروش الروايات، النص الأول من الفيلم كان محاولة ناجحة جدا لفهم العالم ده وشخصياته المعقدة، الحروب والعلاقات والقدرات الغريبة. كل ده محتاج وقت عشان تستوعبه أصلا. ولما شفنا البني جيسرت لأول مرة متحوطين بجو من الغموض، ده بجد عجبني، لأنه بيبيع شخصيتهم ودورهم في القصة من غير حتى ولا كلمة واحدة. الصمت هنا بيخلي الأفعال والشخصيات تحكي القصة بنفسها حتى من دون كلام. مثال على كده مشهد الليدي جيسيكا اللي شفناها في بداية الفيلم قوية جدا، لكن كانت بترتعش من الخوف والتوتر لما ابنها بيتعرض لاختبار الصندوق. Silence. ده ممكن يورينا قد ايه المخاطر حقيقية والرهانات عالية. واحدة من الحاجات اللي عجبتني جدا برضو في تصوير الفيلم هي الطريقة الواقعية اللي الكاميرا بتتأثر بيها أثناء الانفجارات. لما ضوء انفجار ضخم يكون من الشاشة في مشهد ضلمة، الشخصيات بتتحول لظل وخيال. ده مش بيحافظ بس على جو المشهد، لكنه كمان بيضيف لمسة من الواقعية وتشوفه كأنه حقيقي وبجد. وكمان لما النار بتولع بتشوف موجات الحرارة بتشوه الصورة. وكمان المشاهد اللي في الأماكن المفتوحة الواسعة في بيئة صحراوية مليانة رملة، التصوير بيكون متغطي بالغبار والعفرة، مش نقي وواضح زي أفلام تانية زي الويسترن مثلا. وبنشوف قد إيه إن الفيلم متمسك بإنه يحافظ على العناصر البيئية الواقعية، حتى لو معناه إن الكاميرا مش هتكون واضحة دايما. قرار إنهم يحطوا الكاميرا في أماكن معينة كان ليه تأثير ضخم في إنه يخلي المشاهد يعيش في الأحداث، زي مشهد لما الطيارة بتقع مثلا، بدل ما الكاميرا بتكون بره وتعرض المشهد من بعيد، لا بنشوف المشهد من جوه كابينة القيادة، وبنحس بكل لحظة وكأننا جوه الحدث. دي قرارات بتخلي الفيلم أكتر اندماجا مع المشاهد، بدل ما تحس إنك مجرد متفرج، لا بتحس وكأنك جزء من القصة، حد عايش الحكاية. حتى لما الشخصيات بتدخل معركة، الكاميرا بتكون على نفس مستوى نظرهم، وده بيخليك تشوف العالم من وجهة نظرهم. والجميل ان الطريقة دي مش بتضحي بأهمية الأحداث بالنسبة للشخصيات اللي بتتابعها. لو شفت الفيلم في السينما، الإحساس ده هيكون مضاعف بسبب جودة الصوت والصورة اللي بتاخدك في رحلة ما تتنسيش حقيقي. الصوت في الافلام يا جماعه حاجه اكتر بكتير مما الناس متخيلها. كتير ممكن يعدوا عليه كانه حاجه مش ملحوظه او مش مهمه مثلا، وده ليه اكتر من سبب. اولهم ان 80% بيشوفوا الافلام على التليفونات، بس الحقيقه ان الصوت ممكن يكون السبب الاساسي في نجاح الفيلم او فشله. يعني لو مش مصدق، تعال نجرب حاجه بسيطه. ناخد واحده من احلى اللقطات في الجزء الثاني في لحظه الذروه ونغير الصوت بس، صدقني هتحس ان المشهد كله اتقلب وكأنك بتتفرج على حاجة مختلفة تماما. الصوت مش دوره انه يعزز اللي بيحصل في المشهد، لا ده عامل اساسي في احساسك بكل تفصيلة. مهما كانت الصورة جامدة وعالية الجودة، لكن الصوت متلخبط او مش مناسب، المشهد كله بيبوظ. وده السبب انهم جابوا واحد زي هانز زيمر للموسيقى التصويرية. زيمر كان بيتكلم عن دون وازاي كان لازم يكون الايقاع بتاعه فريد، والموضوع ما كانش مجرد فزلكة منه، لكنه كان ليه رؤية في الموضوع وفي استخدام الاصوات البشرية. وعشان كده جاب مغنية فاهمة جدا في الايقاعات عشان تدي صرخات مميزة غريبة وتناسب الجو العام للفيلم وتبرهن على صحة رؤيته. وده اللي عمل حالة سحرية مع مزيكة الفيلم. We were talking about that Dune has its own rhythm. So it's obvious that I would find a woman who should know everything about rhythm and then give you the cry of a banshee.
لكن اللي عجبني اكتر في دون هم انهم عارفين امتى يستخدموا المزيكا وامتى يسيبوا المشهد من غيرها. مش كل لحظة مهمة او مشهد تقيل محتاج مزيكا، في اوقات الصوت الطبيعي بتاع المشهد بيكون كفاية جدا، زي لما المشاهد تبقى هادية تماما. What the hell? Johnny! الجمهور بيتشد اكتر للموقف وبيحسوا باللي الشخصيات بتمر بيه. التوازن ده بين وجود المزيكا وغيابها بيخلي اللحظات اللي فيها مزيكا تقيلة تبقى مؤثرة اكتر، وبتحسسك بالفرق الكبير بين لحظات الهدوء ولحظات الانفجار في الاحداث، وده اللي بيخلي المشاهد دي تفضل محفورة في دماغك. نيجي بقى للإضاءة، وده برضو عامل مهم جدا عشان تخلي المؤثرات البصرية تبان واقعية. واحدة من المشاكل الشائعة لما بيستخدموا الشاشات الخضراء هي ان الإضاءة بتاعت المكان اللي الممثلين فيه في الاستوديو تبقى مش ماشية مع CGI اللي بتركب عليها المشهد. الجمهور بيلاحظ ده بسهولة حتى لو مش قادر انك تحدد ايه اللي غلط بالظبط، لكن عقلك دايما بيوديك ويوريك تفاصيل بسيطة جدا بتحسسك ان في حاجة مش راكبة، في حاجة مش مظبوطة، حتى لو ما انتش عارف هي ايه. وعشان كده فريق المؤثرات البصرية في دون يستحق كل الاحترام. الفيلم اعتمد بشكل كبير على التصوير الواقعي، بنوا مواقع تصوير خرافية للمشاهد الداخلية، والمشاهد الخارجية تم تصويرها في أماكن حقيقية في الأردن علشان الإضاءة تكون مظبوطة والبيئة تكون حقيقية. وكمان الرملة والرياح المستمرة مش بس بتضيف واقعية، لكنها بتخلي الشخصيات كمان شكلها حقيقي وكأنهم جزء من العالم ده. وبدل ما يستخدموا الشاشات الخضراء استخدموا حاجة عبقرية اسمها الشاشات الرملية، لونها كان مطابق تماما لجو الصحراء بتاع الفيلم، وده خلى المؤثرات تبان أكتر طبيعية. حتى طريقة تفاعل الشخصيات مع البيئة في دون كانت مختلفة، في كتير من الأوقات تلاقي البيئة هي اللي بتتفاعل مع الشخصيات مش العكس، وده كان فكرة عبقرية، لأن مهما كانت النماذج الجرافيك حقيقية ومظبوطة لو الشخصيات مش بتتفاعل مع البيئة بشكل طبيعي الجمهور هيلاحظ على طول إنها بلاستيك ومزيفة. يعني مثلا لو طريقة طيران المركبات أو تأثيرها على الرمل مش واقعية المشهد كله هيفقد مصداقيته وهيطلع بلح. وعشان يتفادوا المشكلة دي فريق العمل فعليا جاب طيارات حقيقية عشان يضمنوا إن الحركات والتأثيرات تبقى مظبوطة زي ما قالوا. عملنا شغل كتير بالمرفوحيات علشان كل حاجة تبان واقعية ومقنعة. Which we did do to try and keep things believable is that we did a lot of helicopter work. ببساطة فيلم دون كان تجربة غنية ومتكاملة بفضل اهتمامهم بأدق التفاصيل في الصوت والإضاءة والمؤثرات البصرية، لدرجة تخليك إنك تحس إنك عايش جوه العالم ده فعلا. بجد الفيلم مليان تفاصيل رهيبة وبيوضح ليه الفيلم كان تجربة فريدة مش مجرد فيلم عادي. الموضوع بدأ مع الديدان الرملية اللي حرفيا الأرض بتتهز لما بيجوا. الأصوات والاهتزازات اللي بتصاحب ظهورهم بتخلق إحساس رهيب بالخطر. الديدان مش مجرد حاجة بتظهر مرة واحدة وخلاص، لأ، ده وجودهم بيزود التوتر في المشهد وبيخليك تحس إن الوقت بيجري والكارثة قربت. لكن سيبنا من التأثيرات البصرية شوية وخلينا نتكلم عن الشخصيات. وانا بتفرج على الجزء الأول ل10 مرة لأن ما بقاش حاليا في أفلام أصلا الواحد يقدر يتفرج عليها، لاحظت تفصيلة صغيرة بس عبقرية جدا في مشهد لما دانكن بيقاتل عشان يوصل للمركبة خلال الهجوم، بيقتل 3 جنود بسهولة. وهنا المثير ان الجنود الباقيين ما هجموش عليه كأنهم روبوتات عايزين يموتوا، لا، كانوا مرعوبين وبيرجعوا لورا وبيسيبوا المركبة. التفصيلة الصغيرة دي تحس انهم حاسين بالفعل باللي بيحصل، ويحسسك انت كمشاهد ان العالم ده حقيقي اكتر. واحد قتل 3 قدامك، هتقدم ناحيته؟ لا بالطبع. وبالنسبة للكتابة والحوار الفكاهة موجودة بشكل مناسب للشخصيات والقصة من غير ما تبوظ الأحداث. يعني مفيش حاجة من نوعية ان الشخصية تضحك بس لمجرد الضحك وخلاص، كل حاجة محسوبة ومترابطة جدا مع القصة. هنا بقى لازم نتكلم عن عالم دون الخيالي واللي تم تقديمه بطريقة تحسسك انه واقعي جدا. تنوع بين الناس والثقافات والتكنولوجيا كان مدهش. ده مش بس خلى العالم حي اكتر، لكنه خلى المشاهد يتشد للتفاصيل ويعيش التجربة بعمق. الحاجة العبقرية كمان ان كل حاجة كانت مبنية على منطق. يعني السفينة بتنزل بالونات او الطيارات اللي جناحاتها زي اليعسوب، الحاجات دي على قد ما كانت مبهرة بصريا وغريبة بس في نفس الوقت منطقية في عالم الفيلم. وعشان كل ده يبان الفيلم اهتم بيوضح ازاي الناس والثقافات في العالم ده تأقلموا مع بيئتهم، زي مثلا شعب الفريمان وعيونهم الزرقاء بسبب التوابل، وازاي انهم بيقدروا قيمة المية لدرجة انهم بيستخرجوا كل نقطة منها حتى من الناس الميتين.
أو زي مشيتهم على الرمل اللي بتخليهم يتفادوا الديدان. التفاصيل دي هي اللي خلت كل فصيل وكل ثقافة في الفيلم ليها شخصية فريدة، وخلت العالم مترابط جدا. تخيل لو الفيلم كان عن ناس عاديين بتستخدم تكنولوجيا زي باقي الأفلام، كان هيبقى مجرد فيلم خيال علمي نمطي، ممكن تشوف منه 10 من غير ما تحس ربع الإحساس ولا الشعور اللي بتحسه وانت بتتفرج على دون. لكن في دون التنوع ده والأحداث اللي كل فعل منها بيأثر على العالم كله هو اللي خلى دون مش بس فيلم لكنه تجربة سينمائية متكاملة. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك، وانا افهم بنفسي ان نوعية الفيديوهات دي عجبتكم، وممكن نعمل فيديوهات نناقش فيها الحكايات في عالم دون. وبتهيألي ان دي البداية، لكن البداية اللي دي وقتها فعلا انك تشترك على القناة.